احنا بلدنا جميله وبنحب الناس، يا ريت تشرفونا، واسوان هتلقوا بلدنا حلوه خالص. النوبة في كل تفصيلة فيها بصراحة يعني ممتعة جدا يعني. طبعا الموكب اللي معدي قدامنا ده اكيد ناس مهمين يعني، لان اللي هيمشي بتروسيكل جوه النوبة كده من مكان لمكان اكيد ده ابن حد مهم جدا جدا. انا ابو هشام، يعني في قريه غرب السيل، لو سالت علي اي حد هتلقاني، لان انا مشهور جدا. وكان لازم نزور البيت النوبي، وطبعا في دخلة البيت بنقابل التمساح ومجموعة من الزواحف. بتطلع فوق بتقدر تشتري كل الأعمال اليدوية اللي بتقدمها أهالي النوبة، وبتاكل فطير بالعسل وبتشرب شاي، وبتطلع فوق على السطح البيت بحيث انك تشوف القرية النوبية كلها بشكل بانورامي. هو الفكرة كلها ان احنا هنا هتلقى الناس كلها لابسة شاي البوب. لازم بالظبط كده، احنا هنا بنحب حاجة اسمها البوب مارلي. شايف الطاقية اللي انت لابسها دي؟ بص كده، دي بتاعت البوب مارلي الأصلية. لا انا بلبس بتاعت النوبه ولاد بلدي. لا انا بقول لك اللي هو احنا دي هنا بتاعته الاصليه كبوب مارلي بالظبط كده، تبقى جايه على الجنب كمان يبقى ليها شكل تاني. طبعا خلصنا في القرية النوبية بسرعة، ولكن اوعدك وانت خارج من القرية النوبية غرب سهيل ورايح على الكروز، انت هتشوف النوبة لما تكون نورت بالاضاءات الجميلة بتاعتهم دي بشكل مختلف تماما تماما تماما. طبعا ما تنسوش اللايك والمتابعة، وطبعا انت لو مهتم بالمحتوى بتاعنا اكيد انت هتحاول تشاركه علشان توري كل الناس جمال بلدنا وجمال الحاجة اللي انت مهتم بيها. اكيد انا يهمني منك المتابعة واللايك علشان اعرف انك موجود معايا. وبجد اوعوا تنسوا وانتوا على الكروز كل يوم تشاهدوا ظاهرة الشفق. طبعا الرؤية بتبقى واضحة جدا 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 مع البرودة العالية، ومع المساحات اللي بتبقى فاضية حواليك وانت على الكروز في قلب النيل.